يلا بينا نعمل سيخ شاورما فراخ في البيت. خطير خطير جدا، لازم تجربوها. وصفة سهلة جدا. اول حاجة هتبل الفراخ. انا معايا كيلو من صدور الفراخ متقطعة شرايح. هنزل عليهم بكيس من خلطة الشاورما وعلبتين زبادي، وهضيف عليهم كمان ربع كوباية زيت، وهسيبها في التتبيلة لمدة ساعتين. هجيب بطاطس وهقسمها نصين وهحط فيها اسياخ الخشب، وهنزل بواحدة واحدة من الفراخ، وهدخلها فرن سخن على اعلى درجة حرارة. انا سبتها بالظبط ساعتين ساعتين ونص، ومحتاجتش ان انا احطها على الجريل تاني لانها كانت مستوية، والريحة خطيرة خطيرة جدا. انا فردت العيش ونزلت الاول بالفراخ وعليها شوية تومية وبطاطس وتومية، وابدأ اقفلها زي ما انتوا شايفين كده، ونقفلها بالراحة عشان العيش ما يتقطعش معانا. وهعمل كمان واحدة قدامكم برضو، هحط فراخ وتومية وبطاطس وتومية، ونقفلها برضو بنفس الشكل. بجد ده احلى ساندوتش شاورما ممكن تعملوه. جربوه وقولوا